حد عمره قعد يتأمل في فكرة قد إيه إحنا مجتمع فتاي؟ شعب كامل باستثناء قلة قليلة من الناس البرنسات المحترمين روايح الزمن الجميل عايش حياته بيفتي. وطبعا الفتي نوع من أنواع الكذب. الفرق الجوهري إن الكذاب بيبقى عارف إنه بيكذب، لكن مصيبة الفتاي إن هو بيبقى متخيل إن هو بجد عارف وهو بيفيدك وهو جايب الزتونة، وبينسوا ان هم بيفتوا. من كتر ما بيفتوا بينسوا. احنا بنفتي لدرجة ان هي نكتة يعني ما بيننا وما بين بعض، حاجة في اللغة السلانج الدرجة اللي ما بيننا، يعني اللي هو ها بطل فتي بقى، او يا فتاي ما تفتيش يا عم، سيبك منه ده فتاي. يعني قبلناها اجتماعيا، يعني غصب عننا ما بنقدرش ما نفتيش، ما بنعرفش نقول مش عارف، سوري ما والله مش عارف. ما بنعرفش نكون قاعدين في قاعدة وحد يسأل حاجة وما يكونش الإجابة موجودة. هل إحنا المفروض كلنا نبقى عارفين كل حاجة؟ يعني هو عيب لما أنا أبقى مثلا واحد متخرج أدبي وما بقاش فاهم في الفيزياء؟ هل كل واحد في مصر عارف كل حاجة؟ يا عم سيبك منه، ده بيفتي. الفتي مثلا في اتجاهات الشوارع، لو سمحت أوصل الدائري إزاي؟ طبعا دي البونبونايه لاي فتاي، ومزاجهم بقى يقولوا لك ايه؟ يا انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني هنا ايه؟ تايه يا تايه، فعشان كده بسالك. فحضرتك بتسالني ايه بقى؟ هتقول لي ازاي؟ واكيد ما دام بداتها معايا بان ايه اللي جابك هنا، يبقى انت اصلا مش عارف الطريق ازاي، او هتسوحني قاصد وما اعرفش ليه بتعملوا كده. وفي رايي لو حد بيسال على اتجاه شارع وحد قال له يا انت ايه اللي جابك هنا، يركن العربيه وياخد تاكسي عشان مش هيروح. طبعا دكاتره كتير قوي في مصر، سواء بقى درس ما درسش، هو دكتور. يعني هو يكتب لك روشتة ويعالجك ويمد ايده، ممكن يجيب مشرط ويفتح عادي، هو فاهم. هو حصل عيه قبل كده فهو فاهم. يعني حد يشتكي بطنه وجعاه، يا سلام بقى على اللي هيسمعه، كمية حلول ووصفات ما بتخلصش. يعني اي حد هيجيب لك روشتة اللي كانت خالته كاتباها له وهو صغير كانت بتريحه قوي. اشرب زيت خروع، كل شيح، اكبسها ببن، ادهن فيكس على بطنك، اللي هيجي في رزقك بقى، وابقى طمني عليك. الفتي في العلاقات الجنسية، وده اللي يفهموه الولاد اكتر، علشان بيبقى فيه شخصية البوب اللي هو مقطع السمكة وديلها، ده اللي هو يعني هيجيب لك الوصفة السحرية للعلاقة الجنسية، ويقعد ينصحك بقى تعمل ايه وما تعملش ايه. وعلى فكرة لا انا قديم وبتاع، يا عم اتلهي، انت اصلا مش عارف تروح اخر الشارع. وبيبقى ندل وخسيس ويقعد يتكلم ويقول عملت وسويت وبتاع، ويلسن ويحكي لك عن تفاصيل مبالغ فيها وغير مبرره. انت اصلا ما سالتوش، مش عايز تسمع اللي هو بيقوله. ليه بتقول لي كده؟ بقى عايز تقول له بأمارة ايه يا مدهول يا متنيل على عينك انت. في برضه الفتي في الحاله الماديه، اللي هو انا بدلدق فلوس يا معلم، انت ايه عايز ايه؟ اشتري لك ايه؟ ادفع لك ايه؟ انا ده انت اخويا تحت امرك. وبيعملوها اكتر طبعا الرجاله مع الستات، اللي هو انت تحلمي يا حبيبتي، انتج لك فيلم لو عايزه، اعبي لك شريط، اي حاجه، شوف انت عايزه ايه. انا معايا فلوس كتير وساعات وسجاير وعربيات وديخوت وسفر سفر سفر طول الوقت. دول اللي بيشيلوا علبه السجاير المارلبورو الاحمر اللي معاها المدينه مفاتيح الذهب المرسيدس او البي ام، محفظه كبيره جلد اي ماركه بالفرنش او الايطاليان، اي حاجه فيها مون او بيانكو او كده، بيبقوا ماسكينها ماشيين بيها في ايديهم كده، على اساس ان هم معاهم بقى حاجات كتير تانية في جيبهم، او مش عارف هو المنظر ده بيبقى مطلوب منه ايه. ويجي وهو قاعد معاك في ميتنج يروح جاي وحاطط رامي كانه فتح كيس نايلون على الترابيزه كده، تنزل حاجات بعطر. ايه يا عم انت كنت ماسك كل الحاجات دي في ايد واحده؟ تلاقيه سايق فيرنا في الاخر اصلا. وفي الفتي في الحسب والنسب موجود لسه منهم، موجودين، اللي هم الناس القرفانه من نفسهم دول، اللي هم يعني ارستقراطيين قوي. يعني في منهم كانوا عايشين في الخليج، وفي منهم اتجوزوا جوازات تقيله وارتقوا بمستواهم الاجتماعي. مش يحمدوا بقى ربنا ان هم اتستروا ويتلموا، لا دول يتقنعروا ويتنططوا ويقلوا ادبهم ويعوجوا لسانهم ويبينوا فلوسهم، وهم في الاصل كحيانين. دول اللي هم بتوع انتوا مش عارفين انا ابن مين، اكيد عارفينهم. يعني انا لما حد بيقول لي انت مش عارف انا ابن مين، بقول له لا انت تعرف. فتي الحبيبه، يعني كلمات خطيره وكبيره بتتقال كتير بمنتهى السهوله، وعود وكذب كذب. انا هروح اكلم بابا اول ما ارجع من السفر، يا رب اتعمي لو كنت بكذب. انا عمري ما بفكر في بنت تانية غيرك، انا ما بشوفش حد تاني. الفتي السياسي، زي ما احنا عارفين طبعا مصر فيها خبراء في جميع المجالات بكثرة، بس الفتي السياسي بيحظى بنصيب الأسد نظرا لثقافة المنشتات والعناوين الرنانة وموجز الأنباء والشغل ده.
مما يؤدي إلى حالة وهمية فارغة المضمون عند بعض المصريين الفتاين الفاضيين المكتئبين، واللي هيكئبوا أي حد هيديهم ودنه. الفتي الكروي طبعا معروفة، أي حد اتفرج على ماتش كورة في أي مكان عام عارف عم المدير الفني اللي قرفان من نفسه، اللي مش عاجبه اللعيبة والملعب والماتش والاستاد والمعلق وكل حاجة، وعمال يحط في خطط ويدي تعليماته بالفالنة القط والشبشب ابو صباع، ويدي بدايل ونصايح، ويشتم المدير الفني ويكلم اللي جنبه يقول لهم اصل احنا المفروض نعمل ايه عشان نكسب، كان المفروض يعمل كذا. هو انا عارف لو كان جاب الواد ابو تريكه ورا وحط عبد الستار قدام كان خلص الماتش، بس هو حمار. انت اللي حمار، واقعد ساكت، كرهتنا في الكوره. لو عربيتك عطلت في اي حته في مصر ما تقلقش، هتلاقي ميكانيكي واقف في حته، تلاقي حد ممكن يفك لك الموتور كله، ومش شرط يركبه لك تاني، بس هو هيفكه وهيبقى انت مطمن وهو بيفكه، لان اي راجل مصري طبيعي بيفهم في العربيات. انا راجل بفهم في العربيات، حضرتك قصدك ايه يعني؟ العربيات بتنقح على نفسيه الراجل كده في حاجه معينه؟ لا طبعا. دوس كده بنزين، ده بيك السلانسيه، او احتمال تبقى كتاوت. بص افصل البطاريه وارجع ركبها تاني. يا عم دي بوجيهات. في الفتي الدراسي، اعتقد احنا بلد من البلاد القليله جدا اللي فيها طلبه بيخشوا الامتحان مش عارفين ولا كلمه، وكتير منهم بينجحوا، يعني شيء مذهل. في الفتي العائلي برضه، الراجل بيفتي على مراته، والست بتفتي على عيالها، والاخ بيفتي على اخته، والاخت بتفتي على ابوها، واقلب القدره على فمها تطلع البت لامها. وده بس جوه العيله الصغيره، انا ما جبتش سيره العمام والجدود والخلان والناس دي خالص، مش هنخلص. افتوا على بعض زي ما انتوا عايزين في العائلات بتاعتكم، بس ارجوكم ما تفتوش على الاطفال، لان الاطفال ما عندهمش القدره على التمييز ما بين الحقيقه والخيال. يعني شغل امنا الغوله وابو رجل مسلوخه والقطه السوداء تاكل المصارينه، اللي هي جزء من اسلحه اهالي كتير، ان هم يخوفوا عيالهم، يكدبوا عليهم ويخوفوهم بحاجات مش حقيقيه. نحطك في اوضه الفيران تاكل ودنك كل ايه الهبل ده؟ خلي فيه بعد نظر شويه. هو دايما الفتاي بيبقى ضعيف وبيحاول يثبت لنفسه قبل اي حد، وبيحاول يثبت للناس اللي حواليه ان هو مش ضعيف قوي كده، فبيخترع قصص وهميه من بطولته ويعيشها ويعيشنا معاه. يعني احنا في عصر الانترنت مفيش معلومه مستخبيه على حد، اللي عايز يعرف حاجه، اللي مهتم في حاجه يعرفها ويفهمها وبعد كده يتكلم. بس مش اي حاجه في اي حته كده. واحنا لو بقى عندنا ثقافه ان لو احنا بنتكسف برضو، احنا لو حد بيفتي علينا واحنا عارفين ان هو بيفتي، احنا ممكن نتكسف، اللي هو اوكي يعني فرصه سعيده وبتاع، اقول له انت بتفتي، هيبطل يفتي. فارجوكوا اللي ما يعرفش واللي ما يعرفش ببرستيجه وشياكته وكرامته.